يعني بص، هو اللي بيسمعنا دلوقتي هيبقى اتنين: حد جرب بيبتايد وعارف احنا يعني خلاص مش محتاج حتى نقنعه، هو هو عارف هو عارف حس طريقه، بايه. تمام. صحيح. وحد لسه ما جربهاش فلسه برضه متشكك كده. بس هي الفكرة فعلا لما بتجرب وربنا بيأذن ان تجيب نتيجة، انت بتحس ان انت قبل وبعد دي عالم تاني خالص. احنا الاول لما بنتكلم البروتين عبارة عن احماض امينية. بتبقى احماض امينيه طويله شويه. لما البروتين بيبقى صغير قوي او الاحماض الامينيه اللي فيه 3 4 5 12 يعني حاجات قليله، بنسميه بيبتايد. فباختصار البيبتايد كاننا بنقول بروتين صغير. فهو ده باختصار كلمة بيبتايد. وجسمنا مليان البيبتايد دي، يعني في آلاف البروتينات الصغيرة اللي في جسمنا شغالة 24 ساعة، بتعمل وظائف مختلفة في الجسم، شغالة على مستقبلات مختلفة، شغالة على مسارات مختلفة. فهي دي باختصار قوي كلمة بيبتايد: بروتينات صغيرة ليها وظائف في الجسم عندنا. دي بس نفس البروتينات اللي بناخدها من الاكل مثلا، من اللحوم ما هي الأحماض الأمينية هي المركبات بتاعت أي بروتين. لو الأحماض الأمينية بقت سلاسل طويلة بتكون بروتينات، لو سلاسل قصيرة قوي بنسميها بيبتايد. عامة في البيبتايد في كونسبت اللي هو مش بس بندور على البيوريتي بتاعت البيبتايد في اللي احنا بنحقنه، لا، في حاجات كتير او تستات كتير لازم تتعمل عشان تبقى صالحة للاستخدام الآدمي. وده اللي بيفرق حاجة اسمها ريسيرش جريد بيبتايد وفارماسيوتيكال جريد او كلينيكال جريد بيبتايد. وده فرق كبير يعني، لان في كتير من البيبتايدز في مرحله الريسيرش لسه. وفي المعمل مش شرط خالص يكون في انسان في التجربه، بالعكس ممكن يكون حيوان، ممكن يكون كلتشر. ففي تيست كتير في المعمل مش محتاجين يعملوها عشان مفيش انسان في الوسط بتاع التجربه. نعم. فده اسمها ريسيرش جريد. عشان تعدي المراحل تخليها آمنة للاستخدام الآدمي، لا، في مراحل كتير. في بنعمل تحليل للمعادن الثقيلة، الهيفي ميتالز، السموم اللي فيها، هل البيوريتي يعني. ففي حاجات كتير بتحولها من اللو كواليتي أو ريسيرش جريد للفارماسيوتيكال جريد أو الآمنة لاستخدام الإنسان. والاف دي اي بتنزل وارنينج كتير على الريسيرش جريد ان هي نوت فور هيومن يوز او مش لاستخدام الادمي خالص. وده اللي بتشوفه في معظم الاونلاين بيبتايد او الايزي اكسسبل اللي انت بتلاقيه اونلاين بسهوله. هتلاقيه حتى مكتوب عليها فور ريسيرش بيربس اونلي او للاغراض التجريبيه او في المعمل مش اكتر. يعني هو طبعا مش عشان ان احنا بنتكلم ان البيبتايد حاجه طبيعيه في الجسم ان احنا ما نتعاملش معاها ان هي بحذر دواء. يعني. يعني لازم يبقى فيه تاريخ مرضي. الفحوصات والتحاليل اللي معمولة قبلها بتفرق. التاريخ المرضي بتاع العيلة بتاع الشخص اللي هيستخدم البيبتايد، ظروفه الحياتية نفسها. يعني في شخص احنا مثلا ما ينفعش اديله حاجة تأثر على الشهية وهو شهيته كويسة ما عندوش مشكلة، عايز حاجة تانية تساعده في خفض الوزن، بس هو بيقول لي انا مش عايز حاجة تأثر على الشهية بتاعتي مثلا. او فهي الرحله لازم تبقى شموليه اكتر، مش بس الغرض من استخدام البيبتايد، لا، الغرض من استخدام البيبتايد في الوقت ده للانسان ده بتاريخه المرضي بفحوصاته بتحاليله. ودي اللي بتفرق شخص عن تاني. يعني اللي ينفع لك ممكن لشخص تاني مش هيضره، بس مش هيبقى احسن حاجه ليه. او لما نبداها بعد حاجه تانية بالنسبه ليه هو هتبقى احسن له كتير. يعني زي ما انت ذكرت الموتسي، وده حاجه بتشتغل على الميتوكوندريا تساعد على الانرجي والنشاط وكده. في ناس لا، احنا محتاجين نبدا بحاجه اسمها اس اس 31 الاول، نظبط المصنع ده نفسه الاستراكشر بتاعه، وبعد كده نشتغل على الموتسي. فكل واحد مختلف على حسب حالته. زي ما اتفقنا احنا في جسمنا فعلا في الاف البيبتايدز اللي شغاله لاكتر من وظيفه، مش بس للخفض الوزن، في حاجات لانتاج الكولاجين، في حاجات بتشتغل على الدي ان ايه نفسه عشان عمر الخليه واللونجيفيتي، في حاجات للتركيز، لحمايه الاعصاب. فلا يعني طبعا هي علاجيه بشكل كبير، مش بس حاجه وقائيه او حاجه بتساعد في مرحله ما. وفي حاجات طبيعي في الجسم زي الجي اتش كي سيو اللي ذكرناه في الاول بيقل اصلا من جسمنا مع العمر. يعني بين عمر 25 و60 سنه بيقل تقريبا 60% من جسمنا. فده الفرق مثلا ليه احنا واحنا اكبر في السن مقارنه ببشرتنا واحنا صغيرين في فرق كبير. تراك باك ان ده البروتين الرئيسي المسؤول عن ان البشره واحنا اصغر احسن بكتير، مفيش فيها الرينكلز والفاين لاين، الجروح بتلتئم اسرع. ففي طبعا استخدامات كتير للبيبتايد غير الخفض الوزن اكيد. يعني بالظبط الفكره كمان اللي ما يعرفوش ناس كتير ان في بيبتايدز كتير اوريدي اف دي ابروفد، مش بس ادويه خفض الوزن. يعني في عندنا حاجه اسمها التيسامورلين، ده بيبتايد ابروفد اوريدي. البي تي 141 بتاع السعاده الزوجيه ده اف دي ابروفد في حالات معينه. طبعا الاس اس 31 اللي اتكلمنا عليه بتاع مصنع الطاقه ابروفد السنه اللي فاتت شهر 9 2025. والله الميزه ان في كذا بيبتايد فعلا بيشتغل على فكره تقليل الارق والتوتر والاكتئاب شويه، وبيشتغلوا بشكل طبيعي جدا لان هم شبه
بروتين طبيعي في الجسم عندنا. بيشتغل على يعني باختصار على موصل عصبي اسمه الجابا. دي حاجة بتعمل calming effect، بتريح، بس في نفس الوقت الميزة فيها ان التركيز كمان بيزيد معاه. ودي الابحاث اللي اتكلمنا عنها في الاول اللي هي الروسي يعني، تمام. البيبتايد ده من البيبتايد الروسي اللي حتى في ابحاث عليه مقارنة بالادوية العادية بتاعة الاكتئاب، ووجدوا ان نفس التأثير على الجرعات قليلة بس من غير الادمان اللي بيحصل عليها او التعود. مفيش اعراض انسحاب، يعني لما بتوقفها جسمك ما بيدخلش في اعراض جانبيه ان انت وقفته، ومفيش فيه السيديشن او الخمول اللي بيحصل مع الادويه التقليديه. اقوى بيبتايد او اقوى حالات هي اللي ليها علاقه بالسكر والضغط وامراض القلب، لان دي حاجه بتاثر على العمر. وارجع تاني للجي ال بي 1، في ناس كنت بشوف السكر التراكمي عندهم 12. وما ننساش ان احنا الادويه اللي اتكلمنا عليها او البيبتايد بتاعت خفض الوزن دي اصلا ادويه برضو بتنزل السكر وبتحافظ على السكر. فلما بتشوف حد حياته اختلفت بالتدريج، نزل من سكر تراكمي 12 بدأ يبقى 8، ومع الوقت بدأ جسمه يختلف، بدأ يرجع رياضة، فأنت سبحان الله طبعا بفضل الله بالبيبتايد رجعت واحد لحياته الطبيعية بشكل كبير. ودي مش الفكرة في الخطورة، بس الفكرة ان حد كان في سكة ماشي في سكة خلاص يعني اللي هو أمراض قلب وأمراض وسكر، وما فيش الحياة الزوجية طبعا متأثرة، كل حاجة، وبدأ بالتدريج سبحان الله ان هو يرجع بالظبط. فدي أهم حاجة يعني، بنشوف ناس حياتهم اتغيرت في فترة قصيرة جدا. ومش عايز اقول قصيرة بس عشان تبقى بروميسز او ان احنا بنوعد او حاجة، طبعا كل شخص مختلف وكل حاجة اللي ربنا بيقدرها مختلفة من شخص للتاني، بس في فرصة حلوة وليه لا يعني، طول ما هي بالعقل وتحت اشراف طبي. هي دي فكرة اللي هي كلمة longevity. احنا اللونجيفيتي لما بنتكلم فيها مش معناه ان احنا بنطول في العمر، لان دي طبعا يعني العمر بإيد ربنا، ان احنا الحياة اللي تعيشها والسنين اللي تعيشها تبقى اوبتمايزد ومثالية على قد ما نقدر بالمتاح لنا في الطب. ودي فكرة اللونجيفيتي، ان اللي عايش في عمر 50 يحس ان صحته وخلاياه في سن 40 مثلا، ان في سن 40 بالظبط، ليه لا يعني، تمام. فهي دي فكرة اللونجيفيتي باختصار، ان انت تحسن الفئة العمرية بتاعتك او الحياة اللي انت عايشها دلوقتي تبقى كأنك في سن اصغر. مش اللونجيفيتي معناه ان انت بنطول في عمرك، لا، العمر اللي انت فيه بس اصغر من الحقيقي. فالفكرة ان ربنا خلق لنا حاجات احنا الحمد لله بالعلم عرفنا نوصل لها ان تساعد في الرحله دي يعني. وفي الاخر احنا ما بنقولش ان احنا البيبتايد دي مثلا هنمشي عليها طول العمر، احنا معظمها بيبقى تارجتد، يعني انت بتاخد كورس معين يوصلك لمرحله معينه، يزقك الزقه اللي انت النفسيه اللي محتاجها، الجسديه اللي محتاجها. يعني مثلا البيبتايد بيشتغل على الاصابات الرياضيه. في حد طول عمره في الجيم بس بقاله فتره خلاص عمل كل حاجه، عمل عمليه، عمل علاج طبيعي، عمل فيزيوثيرابي، كل حاجه حتى الابر الصينيه وما جابتش نتيجه. البيبتايد سبحان الله استخدمها، رجع للتمرين تاني، فانت غيرت حياته ورجعته تاني للمسار اللي هو فيه. هل ده كان يقدر يعمله بعيدا عن البيبتايد؟ هو حاول. فدايما البيبتايد بتبقى مرحلة ما ترجعك للمسار اللي انت بتعيشه في حياتك، ان هو ما بيغنيش عن حاجة تاني. احنا بنقول ان هي زي زقة كده في الطريق الصح يعني. ودي من الحاجات اللي هي استخدام البيبتايد، ان احنا بنرجع حاجة بتقل مع العمر. انما في حاجات تانية لا ما بتقلش، بس المسار اللي في الجسم موجود بشكل طبيعي، احنا عايزين نزقه قوي. لان مثلا انت لما بتتجرح او يبقى في التهاب في الجسم او اصابه بسيطه، ربنا خالق بروتينات او بيبتايد طبيعيه تساعد على الاستشفاء. بس لما يكون الاصابه شديده قوي، احنا المسار ده نفسه عايزين نزقه، وده اللي بنعمله بالبيبتايد. فهي البيبتايد حاجه بتقل مع العمر عايزين نعوضها، او مسار طبيعي بيحصل في الجسم بس احنا عايزين نزقه لغرض ما، ان الوزن خرج عن السيطرة وعايزين نقلله، الإصابة شديدة ومحتاجين نزق فكرة الهيلينج او الاستشفاء يعني. في حاجات فعلا الغرض بالنسبة لي ان انا اوصل لنتيجة نهائية، مثلا زي لما يكون في إصابة رياضية، الغرض الاستشفاء يعني. لو ربنا أراد طبعا ان انا اوصل ان انا خلاص الاستشفاء يحصل وارجع حياتي الطبيعية. خلاص انت ده بيبتايد بتاخده الفترة وبتوقفه. طيب الأدوية اللي بتشتغل على خفض الوزن، الغرض منها الرئيسي إن هي ترجعك للتراك تاني، إن أنت تبدأ تشتغل على نفسك يعني. دايما اللي بقوله دايما لما بنبدأ في رحلة خفض الوزن، إحنا بنزقك لحد ما تبدأ تقدر ترجع رياضة، تبدأ تعود نفسك إن بقى ده الطبيعي بتاع جسمك، تمام. وان انت ترجع وزنك يزيد بعد ما توقف حاجه، دي بتحصل في الدايت. انت لو وقفت دايت بعد فتره هيحصل، لو وقفت رياضه وزنك هيزيد. ايام العمليات حتى قص المعده او تحويل مسار، في ناس كان وزنهم بيرجع. الفكره لازم تحافظ على اللايف ستايل، زي ما اتفقنا الرياضه والاكل الصحي. بنتكلم على البيبتايد بيشتغل على خفض الوزن، دي لابد منها يعني. هتحصل احنا بنزقك وبنرجعك وبنشجعك ترجع لللايف ستايل ده. البيبتايد مش حاجه بتشتريها اونلاين،
تمام، مش عشان حاجة، عشان في الآخر دي حاجة بتتعامل مع جسمك وصحتك. لازم تبقى تحت إشراف طبي. مش بتسمعها أونلاين من بيرسونال كوتش أو حتى يعني مش الفكرة إن التجربة لما يكون حد بيجرب وبينقل نصيحته غير لما بيكون دكتور عارف جسمك وفاهم ليه بيعمل التحليل ده وليه بيطلب ده وليه بيدي ده. فالبيبتايد على قد ما هي available بسهولة إلى ناس كتير accessible، يعني النصيحة إن دايما تحت إشراف طبي. والسورس بتاع البيبتايد الفارماسيوتيكال جريد اللي اتكلمنا عنه في الأول ده مهم جدا، لأن مش الغرض إن أنت تنفع جسمك بس، لا أنا بالنسبة لي الأهم إن أنت ما تضرش جسمك، النفع بعد عدم الضرر يعني.